اهلا بيكم في دقيقة يمكن تنفعك مع نوع زهرة النهاردة. دي حاجة تانية، فعلشان علاقتك تكمل على خير المفروض ان انت تكيبي الستاندرز بتاعتك as it is. يعني دايما لما بنكون حد احنا مش مهتمين بيه فما بنهتمش ان احنا نظهر بصورة ما، او ما بنهتمش ان احنا نسترضي، او ما بنهتمش. لكن لما بنلاقي حد احنا بنحبه فبنهتم ان احنا نسترضيه، نظهر باحسن صورة، نقدم تنازلات، نقدم، فبنعلي الستاندردز قوي، فبنعلي الاكسبكتيشنز عنده. ونيجي مع الدخول في التفاصيل ومع استكمال العلاقه ولما نغوط شويه بنلاقي مع الوقت الستاندردز دي بدات تقل، لان انا كنت ببذل مجهود زياده في الاول وبعمل حاجات، بعمل اللي ما يعمل يعني زي ما بيقولوا، فبيبدا هو يلاقي الستاندردز دي قلت فتبدا تحصل مشاكل. نصيحتي ليكي، نصيحتي الثانيه علشان العلاقه تكمل على خير، ما تخليش الستاندرز بتاعتك عاليه قوي وما توعديش بحياه كتيره. خير الامور الوسط، خليكي طبيعيه، الطبيعي هو اللي يكسب، وان انت تفضلي طبيعيه وتعاملاتك طبيعيه دي احسن حاجه، وحاجه هتقلل المشاكل وهتخلي العلاقه تكمل على خير. تابعوني ال3 ايام اللي جايين عشان نعرف بقيه ال5 حاجات عشان العلاقه تكمل على خير، واشوفكم بكره.